النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. حد يتعشم في النبي ويسند ظهره على النبي ويميل به الحال؟ أبدا والله، أبدا والله، أبدا. يوم لا، إذا كان يوم القيامة هو يوم الحقيقة العظمى، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا، يخزلهم في الدنيا؟ لا والله أبدا. لما يجي يتكلم عن سيدنا النبي ويدافع عنه يقول إيه؟ يبدأ بيقول إيه؟ إنا أعطيناك الكوثر. يقول إيه؟ إن عظمة، جلال، دلال، جلال ودلال في إنا أعطيناك الكوثر. سورة من 10 كلمات يا أولاد. إنا أعطيناك هو ليه هو كله إيه ده؟ الكوثر. مش أنا قلت للسيدة زينب إزاي بات عطشان وجدك الساقي؟ أنا إزاي بات عطشان وجدك الساقي؟ ما هو واخد المشرب ده منين؟ من إن أعطيناك الكوثر. طب لما جه يتكلم عن ربنا قال له: قل هو الله أحد. إيه الحكاية دي يا أولاد؟ قال لما جه يتكلم عن أحديتي لا يحتملها إلا أنت، ولما يجهل قدرك لا يعرف قدرك إلا أنا، فإنا أعطيناك وقل هو الله أحد. شوفوا العظمة ما بين جلال قل هو الله أحد ودلال إنا أعطيناك، فهو بين الجلال والدلال مظهر الحق في الخلق. العبد الصالح عموما ما هو إلا مظهر لحقيقتين: نائب عن الله في الخلق بالدلالة، بيدلهم على الله، بيرشدهم إلى طريق الله، وشافع لدى الله في الخلق بالدلال، وهو بين الدلال والدلالة مظهر الحق في الخلق. عشان كده قلت: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، مشهد الجلال، مشهد الدلال الأعظم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، مشهد الدلال الأعظم في ساحة الجلال الأعظم، وعلى آله صلاة تتمم لنا بها الفتوح الأعظم. عايزين تصدقوا الكلام ده؟ اسمعوا معايا الآية دي كده. بيقول يا ربنا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله. ايه ده؟ تخيل ان ربنا بيكلم واحد وينقل الحديث لجماعة تانيين من غير ما يكون